السوني A7 IV من اهم الكاميرات اللي نزلت السوق الفتره اللي فاتت، وده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. الفيديو ده بالتعاون مع سوني، هنقل فيه تجربتي مع A7 Mark IV. تعالوا بقى نقول ليه الكاميرا ديت موجوده معايا اساسيه في معداتي. هنقول لكم تجربتي من وجهه نظري كمصور، وبعدين هقول لكم اكتر من حاجه مهمين قوي كمستخدم. خلينا بس نقول ان اللاين بتاع A7 ده في العموم معمول للهايبرد كاميرا بتصور صور كويس وبتصور فيديو كويس. يعني لو انت فوتوغرافر هتستخدم الكاميرا وانت مرتاح، ولو انت فيديوغرافر هتستخدم الكاميرا وانت مرتاح. فتعالوا الاول نتكلم الكاميرا ديت ايه مميزاتها في تصوير الصور. اول حاجه وهي الميجا بيكسل. الكاميرا دي بتديني 33 ميجا بيكسل، وده رقم كويس قوي. بس النتيجه اللي باخدها من الميجا بيكسلز بتاعه الكاميرا ديت بتديني تدرج لوني ومساحه كويسه جدا لما باجي اعدل، خصوصا في فايل الرو. ودي تاني حاجه هتكلم عليها عن الكاميرا، فايل الرو. بالنسبه لي كمصور بورتريه اكتر حاجه بتهمني فايل الرو هو السكين تون. وصدقني السكين تون اللي هتشوفه في فايل الرو ده مش هتشوفه في حته تانية خالص. مهم قوي ان انا اخد الوان حقيقيه طبيعيه اقرب ما يكون، او ممكن تكون كمان ادق ما يكون للطبيعه من فايل الرو بتاعي. وده بيساعدني ان انا ابذل مجهود اقل في التعديل، فبالتالي وقت اقل فشغل احسن. تاني حاجه فايل الرو هو الشاربنس اللي بيرجع للفوكس سيستم. رقم 3 الفوكس سيستم. اهم حاجه بالنسبه لي كمصور بورتريه الاي فوكس تراكنج. فكره ان انت تشيل من دماغك اي ميزد فوكس ممكن يحصل في الصوره بتاعتك، وان كل صورك هتكون شارب، مهمه قوي عشان تديك مساحه كبيره للتصوير. وزي ما اتفقنا ان الكاميرا ديت هايبرد، ففي مميزات قويه جدا في الفيديو، يلا نتكلم عليها. احنا بنحتاج ايه اصلا عشان نصور فيديو؟ جوده، الوان، ثبات. والمعادله ديت هتلاقيها اتحققت في A7 Mark IV. اول حاجه الجوده. الكاميرا ديت بتصور 4K لحد 60 فريم بير سكند، ودي حاجه كويسه جدا. حاجه كمان بالنسبه للجوده، الكاميرا دي كل مره بتديني اكتر من الشاربنس اللي انا محتاجه، وده بيرجع لانها بتعمل اوفر سامبل من 7K مش من 6K. نيجي بقى للالوان اللي مميزه قوي في A7 Mark IV. الكاميرا بتصور 10 بت يعني عمق لوني قوي جدا، وبتصور 422 يعني مساحه لونيه قويه جدا. ولو انت مش فاهم قصدي، يعني الكاميرا ديت هتديك مساحه قويه جدا في تعديل الالوان. انما بقى لو انت مش من محبي تعديل الالوان، فتقدر تستخدم البيكتشر بروفايلز اللي موجوده في الكاميرا. والA7 Mark IV بتتميز بالسينيتون اللي بيديك نتائج قويه جدا وطبيعيه اذا كان في الالوان او السكين تون. الكاميرا دي كمان فكرة ان انت توصلها باللابتوب بتاعك على طول بالوصلة اللي جاية معاها، وتبتدي تعمل فيديو ستريمينج لو انت بتدي كورسات او بتعمل محتوى اونلاين، هتسهل عليك الدنيا جدا. الثبات. الكاميرا ديت فيها الستاندرد ستابلايزيشن، وكمان فيها ستيب اعلى الاكتيف ستابلايزيشن اللي بيديك ثبات اقوى، خصوصا لو انت بتصور هاند هيلد. اول واحد اللي هو الستاندرد بيعتمد على الفايف اكسس اللي موجودين في البودي ذات نفسه. الاكتيف بقى بياخد النتيجه بتاعه الفايف اكسس بتاعه الستاندرد وبيضيف عليها تعديل ديجيتال، فبيديني نتيجه في الثبات اقوى كمان. وده امر مهم جدا ليك كمصور فيديو. من الحاجات المهمه قوي في A7 Mark IV لو انت صانع محتوى الفليب اوت سكرين. فكره ان انت تقدر تشوف نفسك وانت بتصور فعلا بتفرق جدا وانت بتشتغل. المنيو بقى اللي موجود في A7 Mark IV هو المنيو الجديد اللي بيسهل على المستخدم وبيديله تجربه اداء سهله جدا. وكده يعتبر غطينا اهم حاجات تهم اي مصور موجوده في A7 Mark IV. بس انا كيوزر ليا حاجات مهمه كده بتفرق معايا، واولهم مسكه الكاميرا وانا ماسكها وانا بقعد اصور يوم كامل. مهم قوي ان هي تكون مريحه في ايديا، ودوت اتحقق في التصميم الجديد بتاع A7 IV ان البيتر جريب بقى اعمق، فبقيت اقدر ان انا ادخل صوابعي اكتر، فاكون متحكم في مسكه الكاميرا والوزن بتاعها لو انا شغال وقت طويل. وده مهم قوي للناس اللي بتصور فول داي. تاني حاجه مهمه قوي، لما بتقفل الكاميرا ديت بينزل كفر يقفل على الشاتر بتاعك، بيمنع دخول اي اتربه للسنسور. يعني لو انا بغير عدسه او بصور اوت دور او موجود في لوكيشن، مش هبقى قلقان ان السنسور بتاعي يخش له اي اتربه، لان بمجرد ما بقفل الكاميرا بيتقفل على السنسور. من اهم الحاجات اللي بتريحني كمستخدم كميه الزراير اللي موجوده في الكاميرا اللي اقدر اعمل لها كاستمايز لاي حاجه ممكن تتخيلها. وكمان المنافذ. الكاميرا بقى فيها مايك وسماعه USB-C، مايكرو USB، فول HDMI. كمان البيبان اتغيرت وبقت ثابته، ما بقتش متحركه زي الاول. واهم حاجه الشاشه بقت تاتش بالكامل. من اكتر الحاجات المهمه بالنسبه لي ان الكاميرا يكون فيها اكتر من سلوت للكاردز. الكاميرا دي فيها 2 سلوتس، الاول بياخد SD كارد وCF اكسبريس، والتاني للSD كارد. وباختصار دي كانت تجربتي مع A7 Mark IV.